تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهارده أنا هتكلم عن موضوع حديث مشهور جدا بين الناس، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يزال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني أصغر طفل في المسلمين بيحفظ الحديث ده، وإحنا بنردده وبنعلمه للأطفال في المدارس، ولكن للأسف الشديد إحنا في الأيام دي اللي بيتخانق على العربيات، واللي مش طايق جاره، واللي قافل بابه عليه، ومشاكل كتير قوي إحنا عايشين بيها. هنحاول نناقشها في الحلقة دي إن شاء الله يعني سريعا. الحاجة الأولانية، إيه هي حقوق الجار؟ الجار لو أنا ليا جار خال أو عم أو قريب ليا، ده له عليا 3 حقوق: حق الصلة، وحق الجار، وحق الإسلام. لو عندي جار فقط مسلم فهو له علي أنا يكون علي حقين: الحق الأول حق الإسلام، والحق الثاني حق الجار. لو عندي جار غير مسلم ده له حق علي حق الجار، فكل الجيران اللي حواليك ليهم حقوق عليك. طيب، سئل الحسن: من هو الجار؟ قال: 40 دارا في كل اتجاه. يعني لما بنتكلم في 160 دار حوالينا كده، 40 دارا في كل اتجاه. وسئل علي رضي الله عنه وارضاه عن الجار فقال: كل من سمع الاذان فهو جار. يبقى انت عندك كل بيسمع بيصلي معاك الجمعه ده جارك، كل بيسمع الاذان في منطقتك ده جارك، كل 40 دار في كل اتجاه ده جارك، ده اللي ليهم حقوق عليك. فحتى جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم افتكر ان هينزل امر من السماء ان الجار يرث من جاره. فشوف احنا وصلنا ازاي ان احنا بنخبط في الموضوع ده وبنعتبره موضوع هين، ان انت بتتخانق مع جارك او بتخلي اولادك يضربوا اولادهم او الكلام ده كله. طيب، في حديث منتشر بين الناس وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وصى على 7 جار، لكن في حديث صحيح عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم: انا ليا جارين فايهما اود اكثر او اصل اكثر؟ فقال: اقربهما اليك بابا. يبقى اللي اقرب فالاقرب ده الاولى بالايه؟ بالمعروف. ده لازم ان انا يبقى ليا حق. جار اللي في وشي او جار اللي جنبي ده لازم يبقى له حق عليا في ان انا اسلم عليه واسال عليه واشوفه جعان ولا لا، او اشوفه عنده مشكله، لو عنده فرح اروح له، لو عنده حاجه ازوره، وعنده حاجه حزن اواسيه والكلام ده كله. فالجار له حق عليا. طيب، هنتكلم بقى على مشكله رهيبه جدا كل الشباب اتربوا عليها، الا وهي بنت الجيران. وماذا تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال: لن يسرق الرجل ب10 أبيات أيسر على الله من أن يسرق من جاره. فالشاهد من الكلام إن الواحد لازم، يعني إحنا للأسف الأفلام والمسلسلات وبناخد ديننا للأسف من الحاجات دي. أول ما الشاب بيبتدي يبقى عنده 16 17 سنة ويبتدي يبقى عنده سن المراهقة وعايز يطبق الكلام ده، يطبق على بنت الجيران. فشوف إزاي الحديث ده في منتهى الخطورة. بنت الجيران دي بالنسبة عند الحق سبحانه وتعالى دي ب10 ستات. فلأن يزني رجل ب10 نسوة أيسر على الله من إن هو إيه؟ يعني يزني فيه حليلة إيه؟ جاره. فطبعا بنت الجيران دي من الحاجات اللي إحنا عايزين نتكلم عليها. طيب، إحنا النهارده عايشين في زمان إيه؟ في بابك عليك، وخليك في حالك، ومفيش داعي إن إحنا نتكلم في الإيه، ومالكش دعوة بمشاكل الناس والكلام ده كله. فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول: احنا كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الزمن هذا الزمان كان يمر علينا ومفيش اي حد في الدنيا يعني اهون على الرجل من اخيه، لا درهم ولا دينار. اهم حاجه ان احنا نكون اخوات في الله وما الى ذلك. وعشنا زمان راينا فيه ان الدرهم والدينار احب الينا من ايه؟ من اخينا او من جارنا. ففي احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: هذا أغلق بابه دوني.
يعني كان انت عارف ان جارك ده مديون، او عارف ان جارك ده تعبان، او عارف ان جارك ده بيمر بظروف معينه، وانت ايه، خليك في حالك، اقفل بابك عليك. البيوت ليها اسرار، واحنا انا كل واحد في حالك. احنا النهارده اللي معاه قرش يحاول يحافظ عليه، ودي ليس في الاسلام بها ايه، في شيء. فكم من جار متعلق بجاره يقول هذا اغلق بابه الدون. فلازم الواحد ان هو ايه، يحافظ على الجزئيه دي. طيب بعض الناس يا جماعه بتأذي جيرانها كده وهي مش عارفه خطوره الموضوع ده. يعني مثلا يرخم عليه في ركنه عربيه، يخلي اولاده يضربوا اولاده، يخبط عليه ويضايقه، يرمي القمامه قدام بيته، يعني بيعمل حاجات بلطجي كده في الدنيا يعني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه، وطبعا للاسف معظم الخناقات بتيجي من جانب المراه، لكن في برضه بعض الرجال كثير بيبقى عندهم الاشكاليه دي. لكن عشان الراجل بيبقى دايما في الشغل، فبتبقى المراه هي اللي في البيت، فبيحصل الخناقات بالشكل ده. فلازم كل رجل ان هو يعلم زوجته ال الاحاديث دي ويقاومها في الاشكاليه دي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، اظن دي يعني درجه نهائيه في العبوديه، ولكن تؤذي جيرانها، فقال فهي في النار. وامرأة تصلي خمسها وتصوم شهرها، ويعني تفعل الايه، الحسنات البسيطة جدا يعني، ولكن لا تؤذي جيرانها وعندها حسن خلق، فقال فهي في الجنة. شتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. فإحنا عندنا الموازين مختلفة في الدنيا، لكن عند الحق سبحانه وتعالى الدنيا مختلفة. فإحنا عايزين نرجع للأمور اللي زي دي. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي من جاره، قال له خد متاعك وحطها على الطريق. كل اللي يعدي يقول له انت ايه اللي انت عامله ده، ليه حاطط عفشك على الطريق كده؟ يقول لك ان انا عندي جار، الجار ده بيأذيني، يقوموا يلعنوه ويقعدوا يدعوا عليه. فجاله الجار ده وقال له لا، ابوس دماغك ارجع، انا مش قد اللعنات وقد الدعاء ده كله. فأذية الجار موضوع يعني خطير جدا جدا جدا. فهنختم الحلقه بان احنا نفسنا نرجع تاني للروح اللي كانت موجوده زمان. بنت الجيران دي بالنسبه لي اختي، وعرضها من عرضي، وكنا بنحب بعض ونفطر في رمضان مع بعض، وكان ما يدعى بالطبق الدوار. الطبق الدوار كان انا مثلا يعني زوجة تروح عامله رز بلبن او عامله اكل او عامله حاجه وتدي للجاره الثانيه، والجاره الثانيه تروح عامله فيه حلويات ثانيه وطالعه للجاره الثالثه، وبنوصل لمرحله مش عارفين الطبق ده اصلا بتاع مين من كتر ما هو شغال بالشكل ده. فلازم ان احنا نراعي الجزئيه دي. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لا تحقرن جاره لجارتها ولو بفرس شاه. انت جبت شاه وذبحتها قمت مطلع الرجل ومديها لجارتك، ما تحتقرش هذا الامر، وتعلم زوجتك ما تحتقرش. يبقى لو في جاره جابت لك طبق رز لبن صغير قد كده، ولا طبق رز قد كده، ولا اي حاجه هي عاملاها كده حاجه صغيره جدا، ما تقولش يعني انت عامله كل ده وجات لك يعني هو ده، لا. لا تحقرن جاره لجارتها ولو بفرس شاه. فكنا نتمنى ان احنا بالحلقه دي نرجع نفتح باب الجار تاني، ونخلي اولادنا يلعبوا مع اولادهم، ونخبط على بيوت بعض من تاني، ونشغل الطبق الدوار، ونراعي جزئيه بنت الجيران، ونراعي الحاجات دي كلها، ويبقى الجار سبب باذن الله تعالى في دخول الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك.